السلام عليكم. من بعد فترة طويلة من الغياب على وضع الفيديوهات في القناة ديالي، رجعت لكم هذه المرة من طنجة باش نشاهدوا جميع مباراة المنتخب الوطني المغربي ضد المنتخب الموزمبيقي اللي انتهت للمنتخب المغربي 1-0. المهم أول حاجة ملي وصلنا للملعب لقينا واحد الأجواء ممطرة يا سلام. آخر مباراة كنت شاهدتها في هذا الملعب كتعود سنة 2018 اللي لعبت اتحاد طنجة والفتح الرباطي برسم البطولة الوطنية المغربية آنذاك. أما هذه المباراة اللي غادي نشاهدوا اليوم فهي المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الموزمبيقي، مباراة ودية بمناسبة افتتاح ملعب طنجة الكبير بواحد الحلة جديدة، واحد الحلة اللي غادي يستضيف بها هذا الملعب كأس إفريقيا للأمم وأيضا كأس العالم 2030. صراحة الارتسامات الأولية على الدخول ديالي للملعب كانت إيجابية، فأغلب الأشياء كتبشر بالخير، والملعب تغير واحد الدرجة كبيرة وكيستحق أنه يستضيف تظاهرات دولية كبيرة. رغم جمالية الملعب إلا أنه خصنا نذكروا بعض الهفوات اللي كانت في هذه المباراة ديال المنتخب المغربي مع المنتخب الموزمبيقي. أولا صراحة الجهة اللي جلسنا فيها دخلوا لها الناس كتر من داك الشيء اللي قطعوا التيكيات وبقاو الناس واقفين، وهذا اشكال كبير ما خصناش نشوفوه في كاس افريقيا. والحاجه الثانيه اللي ما كانش عجباني هي كثره المقاعد ديال الفي اي بي اللي بقات فارغه، لو انها تستغلت المتفرجين العاديين، لو انها تمتلأت واعطت واحد الجماليه زايده للملعب. وايضا مساحه كبيره تعطات المنطقه ديال الصحافه دون استغلال ديالها بالشكل اللازم. ورغم كل هذا ما غاديش نساو الجماليه ديال الملعب الصراحه اللي ولات واعره. وباش نعطيو الكل بحق حقه، صراحة العشب ديال الملعب كان ممتاز للغاية رغم التساقطات المطرية الكبيرة اللي عرفتها المدينة أثناء المباراة وقبل، إلى أنه العشب استطاع أنه يقاوم ويتحمل قساوة التضاريس.
Substitution for Morocco. تغيير في صفوف المنتخب الوطني المغربي. خروج رقم 8. وهكا انتهت المقابلة بفوز المنتخب الوطني المغربي، ولكن صراحة الأداء ما كانش عاجب واحد فئة كبيرة من الجماهير المغربية، وماشي هكا غادي نوجدوا الكاس افريقيا. كنتمنوا ان شاء الله يتداركوا الموقف ويصلحوا الأغلاط، والسلام عليكم ورحمة الله.